في الجزء الأول من الحلقة كنا بنتكلم عن ملف المصالحة الفلسطينية، أما في هذا الجزء هنتكلم عن ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ثم في النهاية هنختم بمجموعة من الأسئلة اللي ربما يراها البعض بديهية يراها آخرون جدلية، لكن هي في كل الأحوال تمس العمق القضية الفلسطينية أو عمق الصراع العربي الصهيوني بشكل عام. دكتور، يعني بدأنا مع أوباما والآمال العريضة بأنه هو ده المخلص. السلطة الفلسطينية بمباركة عربية وإجماع من جامعة الدول العربية صارت في ملف المفاوضات مجددا للمرة ربما العشرين تقريبا. في النهاية كان في تجميد إسرائيلي مؤقت ومحدود للاستيطان. إسرائيل لم تجدد هذا التجميد، وبناء عليه أوقف الطرف الفلسطيني المفاوضات. ثم يعني الطرف الإسرائيلي الآن يطالب الفلسطينيين بالاعتراف مقدما بيهودية الدولة الإسرائيلية، وبالفصل بين مسألة تجميد الاستيطان وبين عودة المفاوضات. والواقع اللي احنا واصلين له الحالي هو واقع تجميد. لا احنا اللي رجعنا للخيارات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها في الأول، العودة إلى طريق المقاومة، ولا احنا اللي قادرين نمشي في طريق المفاوضات. وحضرتك تعلم انه النهارده بس نتائج الكونجرس بتقول انه إدارة أوباما فقدت الأغلبية في مجلس النواب، وبناء عليه ستتحول إلى ما يقال في السياسة الأمريكية بأنها تتحول إلى بطة عرجاء، ولن يملك مزيد من الأوراق للضغط على الإسرائيليين. في ضوء يعني هذا التلخيص السريع، هل مطلوب من الفلسطينيين أن يسقطوا ورقة التفاوض أم مطلوب منهم أن يستمروا في هذا الخيار؟ يعني هو حقيقة الأمر لم يكن هناك تفاوض، كان هناك جلسات دردشة إذا جازت العبارة بين هلالين، يعني بين مجموعات من سلطة أوسلو أو السلطة الفلسطينية وبين مجموعات من الإدارة الإسرائيلية برعاية أمريكية لتبييض وجه أوباما قبل الانتخابات الكونغرس من ناحية، وأيضا لإعطاء يعني ورقة ما للأصدقاء العرب بأن هناك لحلحة للقضية تتم على شكل تفاوض. وهناك بعض الصور التي أخذت والميديا والتصوير وكأننا اقتربنا من الحل السحري للقضية الفلسطينية. لم يكن هناك تفاوض حقيقي على ملفات حقيقية جادة اللي هي ما يسمى بقضايا الوضع النهائي. لم يكن هناك ولا نهائي ولا جزئي، لم يكن هناك تفاوض. كانت هناك تمثيلية إعلامية كبيرة أخرجها أوباما ونفذها بعض الممثلين على المسرح الدولي أو المسرح الأمريكي على وجه الخصوص. لكن مفاوضات حقيقية تدخل إلى القضايا أو حتى تبدأ من حيث انتهت القضايا السابقة التي كانت مع الإدارة الإسرائيلية بين السلطة الفلسطينية وبين أولمرت لسنوات طويلة، ومن قبله كانت مع ياسر عرفات ورابين، ومن رغم يعني كل هذا الذي تم من تفاوض طويل عريض استمر أكثر من 20 عام، لم ينتج ما جرى مؤخرا أي شيء على الإطلاق. وبالتالي خرج أبو مازن يعني أيضا في إطار تمثيلية شكلها لطيف للغاية، إن يقول بأنه أوقف هذه المفاوضات. الحاصل نحن أمام مسرح عبثي، أطرافه يدركون جيدا، ومنهم الأطراف العربية وأطراف جامعة الدول العربية يدركون أنهم أمام مسرحية هزلية. هذه المسرحية الهزلية يشاركون فيها للأسف، والمستفيد رقم واحد منها هو العدو الصهيوني، مش بس في ملف الاستيطان الذي ربطنا قزمنا القضية الفلسطينية إلى مجرد تجميد لاستيطان، ولم نربطها مثلا بحل يتصل وليس تجميد كامل، باعتبار انه حتى تجميد قالوا ان التوسع الطبيعي للمستوطنات ليس ضمن هذا التجميد. لم نربطه مثلا بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية لهدم الجدار العازل مثلا، وهذا قرار دولي واصدرته منظمات دولية، ما اكثر القرارات الدولية. وبالتالي نحن امام مسرح عبثي. الحاصل انك كما قلت منذ البداية على الجميع ان يعود الى نقطة الحقيقة، الى الواقع، إلى أن ينزل من على هذا المسرح إلى الواقع، إلى الجمهور، لكي يفهم أن الجمهور يفهم أكثر في القضية في تفاصيلها. أن الطريق مع إسرائيل أغلق منذ سنوات. إسرائيل لن تقدم شيئا لأبو مازن ولا لغيرها من السلطات الفلسطينية التي ستتفاوض، بل أحيانا هي تحتاجهم للتغطية على مزيد من قدم الأرض وقدم الحقوق الفلسطينية.
ولذلك يقال أن حاجة إسرائيل إلى سلطة فلسطينية أكثر من حاجة السلطة الفلسطينية إلى إلى حل إسرائيلي. لكن هذا الطرف الذي يفاوض علينا دكتور. أن نصل عفوا يعني بس أوصل المعنى، علينا أن نصل إلى حقيقة أولا، أن هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه دوليا أو في العلوم السياسية لمفهوم التفاوض. ثانيا أننا وصلنا إلى طريق مغلق منذ سنوات مضت وليس منذ إدارة أوباما فحسب. ثالثا نحن أمام مستقبل مظلم بعد ما تفضلت حضرتك من التغيرات التي تجري في واشنطن، وهي بالمناسبة دائما تجري بهذا الشكل، وتجري أيضا في فلسطين بهذا الشكل أو في إسرائيل. بعد مستقبل مظلم لن يوصلنا إلى شيء طالما أنك لا تعيد ترتيب بيتك من الداخل وترتيب أوراق القوة في يدك من الداخل، وبالذات الداخل الفلسطيني. لو انشغلنا بالداخل الفلسطيني ربع ما انشغلنا بتمثيلية أوباما والمفاوضات التي جرت، لكثير من أوراقك سوف تؤثر على إسرائيل. يعني لو أنك تخيلت أن ثمة مصالحة حقيقية على الأجندة اللي احنا تحدثنا عنها والثوابت التي تحدثنا عنها قد جرت بين شرفاء حركة فتح وبين باقي الفصائل الفلسطينية، سوف تكون هذه أحد عوامل القوة لتترك إسرائيل على الأقل جزء من الضفة الغربية، بل ستهديك تجميدا إن لم يكن انسحاما من بعض المستوطنات. لو استخدمنا الخيال السياسي في إدارة هذه القضية بشكل حقيقي، لو أن العرب استخدموا ولو لوحوا ولو للحظة بسلاح النفط، لوحوا مش نقول يقطعوه يعني أو يوقفوه كما جرى في حرب 73، لكن على الأقل التلويح بهذا السلاح أمام الآلة الجبارة الأمريكية في العالم كله لضغطت أمريكا سواء بكونجرس بط عرجاء أو كونجرس غير بط عرجاء على إسرائيل، وقدمت لك قدر من التنازل. لكنك لا تستخدم أوراق القوة وهو يدرك أنك لا تستخدمها، وبالتالي يبتزك أولا بأول. هو احنا هنا قدام وجهتين نظر دكتور، بس عشان نحاول نفهم برضو نعم. طبيعة الآخر، لأنه يعني أعتقد أنه من غير الإنصاف يعني أن احنا نقول على كل الآخر أنه يخرج على الثوابت الوطنية، مع نعم. أنه ربما يختلف معهم البعض أو يتفق. احنا قدام وجهتين نظر. اتفضل. الأولى بتقول أنه هذه مفاوضات عبثية وأنها لعبة وتبادل أدوار. نبدأ مع الديمقراطيين يقولوا في البداية ده لسه أوباما محتاج شوية وقت، بعد ما ياخد شوية وقت يفقد الأغلبية في الكونجرس على بال ما يبدأ يعني يرجع تاني للقضية، يقولوا ده عنده انتخابات رئاسية، وبعدين يجوا الجمهوريين ونبدأ معهم الأول. ده الراعي الرسمي للتسوية السلمية اللي هو الطرف الأمريكي. حضرتك بتقول أيضا أنه الطرف الإسرائيلي، وده دقيق تماما، أيضا مسألة العبثية، ويجي شوية الليكود وبعدين يقولوا الليكود ده عنده مشاكل طبعا مع اليمين ويجي العمل وخلافه. لكن الطرف الآخر بقى، ونحاول نفهم وجهة نظره دكتور، بيقول إحنا 18 سنة منذ أوسلو حتى اليوم، ما الذي يضير القضية الفلسطينية إن إحنا ندي مهلة شوية لأوباما 6 أشهر سنة ونشوف يمكن يعمل إيه؟ يعني عايز أفهم من حضرتك ما هو الضرر. أنا أقول الضرر إيه؟ الضرر هو ضرر على الأرض. أولا كلما بدا أمام الناس وبدا أمامك وأمامي والإعلام أن هناك عملية سلمية بتتم، يصبح تجريم مقاومة هذه العملية السلمية أو المطالبة بالحقوق الفلسطينية في حدها الأدنى هو مناهضة وإرهاب لهذه العملية السلمية. فأنت عندما تسري في عبثية اسمها العملية السلمية تجرم من حيث أردت أو لم ترد أي فعل مقاوم لاسترداد الحق أو لإعادة الأسرى أو للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات النبيلات في سجون إسرائيل. وينزعجون جدا لشليط، ولكن في 300 امرأة وسيدة فاضلة في الأسر لا يتحرك لهم، ودول من مجمل ما يقال انه 12,000 اسير فلسطيني بالضبط. وده نوع من النفاق الدولي. كل هذا الكلام حوالين جندي نعم. يعني أسر وهو بزي عسكري، ده ملف من الملفات، ده يعني ملف هذا نفاق فج من المجتمع الدولي. عندما نترك لهم هذه ما يسمى بهذه الفرصة، اعطيني فرصة، إذن سوف يتم تجريم أي فعل مقاوم مباشرة طالما هذه التمثيلية قائمة. 2 سوف يتم وتم احتلال مزيد من الأراضي وبناء مزيد من المستوطنات وفرض أمر واقع على الأرض. يعني يبنون مستوطنات وقرى، حكيت لحضرتك أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية منذ أوسلو حتى الآن. أكثر من 39 مستوطنة في محيط القدس بنيت منذ هذا الاتفاق، منذ دخلنا في لعبة المفاوضات حتى تم الآن.
وصل التهويد حتى مسجد الأقصى نفسه الآن، حتى الأقصى يتم البراق تحت غطاء هذه وهم هذه العملية. وكان مثلا طبيب دخل يعمل عملية ما طلعش تاني، يعني المريض مات، ويمكن المريض مات وكله مات، لكن ما زالت فكرة العملية الوهم، إيهامك بأن ثمة عملية. تحت هذا الوهم يتم تضييع الحقوق بشكل كامل. 3 تحت هذا الوهم مطلوب عربيا وإسلاميا حتى نفيق من هذا الوهم. عفوا أوصل بس لماذا نحن نرفض أن نستمر في هذا العبث. تحت هذا الوهم يتم شن حروب على البلاد العربية والإسلامية والاستعداد لحروب أخرى، لأنه ينيمنا أو يبردنا في فلسطين ليسخن في العراق وفي لبنان وربما مع إيران أو مع غيرها. وبالتالي هو يستخدم هذا السيناريو البائس الذي نشترك فيه كعرب أو أنظمة عربية أو بعض الأنظمة العربية فيه بوعي أو من غير وعي، يستخدمه لتحقيق العديد من الوسائل على الأرض. وفي المحصلة الأخيرة سوف تكتشف أنك أمام إسرائيل الكبرى، المشروع الإسرائيلي. البعض من العرب ربطوا العودة إلى المفاوضات أو حتى التطبيع الدافئ مع إسرائيل بأن ترد بعض الحقوق. الحصل أنها لم ترد، لكن عندما أقدموا على لعبة العملية السلمية 12 دولة عربية الآن تطبع مع العدو الصهيوني، وليست مصر والأردن فحسب. صحيح. في علاقات اقتصادية مع بعض الدول العربية والعدو الصهيوني. وده اللي نقلني للسؤال بقى دكتور، المطلوب عربيا ما أنا هحكي بقى المطلوب وإسلاميا لدعم الصمود الفلسطيني. بس عشان أوصل للمشاهد المعنى، عندما تسأل هذه الدول لماذا تطبعون مع العدو الصهيوني اقتصاديا وتجارة وزيارات وإلى آخره، يقولون أننا لن نكون ملكيين أكثر من الملك. الملك يتفاوض مع إسرائيل وهو السلطة الفلسطينية والفلسطينيين. إذن أخذت غطاء لتمرير كثير من الجرائم التي تسقط الحقوق العربية التاريخية في فلسطين. ماذا نفعل؟ السؤال اللي حضرتك تفضلت به، ويعني تأكيدا على كلام حضرتك في هذه النقطة، لو رجعنا أيضا للتاريخ وحضرتك بدأت بالكلام في التاريخ، يعني عندما قطعت جميع دول القارة الأفريقية علاقاتها بإسرائيل أثناء فترة حرب أكتوبر 73، صحيح. معظم هذه الدول لم تعود علاقتها بإسرائيل إلا بعدما يعني دخلت مصر في مسار المفاوضات وقالوا نفس الكلام، لن نكون ملكيين أكثر من الملك. ده صحيح. ده صحيح. الآن بالنسبة لأفريقيا استخداما لأيضا غطاء التسوية والسلام، هذا غير الأهداف التي حكيت عنها، إسرائيل تغلغلت في أفريقيا بأكثر من 40 سفارة وقنصلية، وهي التي لم يكن لها هذا الوجود في حرب 73. لم يكن لها أي وجود وأنت دارس للملف الفلسطيني الإسرائيلي في أفريقيا. هذا الحزام الذي يهدد أمنك القومي العربي الذي تتغلغل فيه إسرائيل حتى في انفصال جنوب السودان القادم قريبا، وحكومة جنوب السودان تجاهر بأنه سوف يكون لها طبعا سفارة، وأن القضية خلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لأن إسرائيل اشتغلت وعملت في ظل هذا الوهم الذي يسمى السلام، مثل لها غطاء لكي تتغلغل وأننا لن نكون ملكيين أكثر. حتى نعود إلى فلسطين لأنه في النهاية والوقت ضغط علينا جدا. نعم. في نقاط عناوين المطلوب عربيا وإسلاميا لدعم صمود الشعب الفلسطيني. أولا لابد من رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وقبل ذلك وبعده لابد من استراتيجية عربية جديدة تعيد أولا فهم الصراع أنه صراع بين مشروعين، مشروع للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة، ومشروع للمقاومة بمعناه الواسع. هذا هو جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالمناسبة هو وليس هو صراع فلسطيني كما حاول أن يصورونه أو يقزمونه كما يجري الآن. هو صراع عربي إسلامي ضد غزوة صهيونية على بلادنا، وإسرائيل هي أرض الصراع. لكن هذا صراع مفتوح إلى أغلب بلادنا العربية والإسلامية. أنت قرأت وأنا قرأت الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي ما قاله رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أنه كانوا يعملون على الفتنة الطائفية في مصر والأردن وسوريا وأغلب البلاد العربية. إذن هو صراع مفتوح على دوائر متعددة. فلسطين هي نقطة المركز، والشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة في مشاغلة العدو، لكنه لن يحل الصراع بدون دعم الأمة كلها خلفه، باعتبار أن الأمة طرف في هذا الصراع، ولأنه أيضا تحولنا للأسف من طرف إلى وسيط. نعم. وده يعني مش عارف رأي حضرتك أحيانا مش وسيط، أحيانا طرف كمان مع إسرائيل. ما أنت بهذه العملية التمثيلية أصبحت جزءا من إسرائيل، من اللعبة الإسرائيلية. طيب. وبالتالي إعادة فهم القضية وإعادة فهم أبجديات الصراع العربي الصهيوني، أنه صراع حقيقي بين مشروعين، صراع على الوجود وليس صراع على حدود أو قطعة أرض. ثالثا
رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني، وأنا أقصد هنا تحديدا غزة، لأن ما يجري في غزة جريمة متكاملة الأركان نشارك فيها كعرب باسم الأمن القومي، أحيانا باسم يعني حماية حدود، كلام كل هذا يحتاج إلى إعادة صياغة للعلاقة مع قطاع غزة ومع الضفة الغربية مع فلسطين بشكل كامل. نحتاج إلى دعم اقتصادي واسع. قمة الكويت قبل سنوات قررت 2 مليار، لم يصل للأسف 200 يعني مليار دولار، لم يصل دولار إلى أهل إسرائيل. قرارات القمة المتكررة بالدعم لا لإعادة تصل. بناء 23 ألف منزل هدم في غزة في حرب. والأسوأ من كل هذا استخدام هذا المال لفرض مشروع معين على طرف فلسطيني معين، هو نوع من الإذلال الحياة والتركيب. طبيعي يعني واحنا في النهاية أنا عايز أخد رأي حضرتك. أنا قدامي بس بدائل كثيرة. لابد من استخدام أو التلويح بأسلحتك التي في يدك، لابد من دعم المقاومة، لابد من التلويح بسلاح النفط، التلويح بتجميد العلاقات التي تجري بين بعض الدول العربية التي أشرت إليها، إنك أكثر من 12 دولة عربية. تجميد، مش هنقول قطع العلاقات يا سيدي، وهي ليست دول مواجهة أو دول الطوق، وليس هناك أي ضرورة يعني. حتى دول الطوق يا أخي يعني من باب الذكاء السياسي أن تستخدم ورقة التطبيع، لأنهم صدعونا المطبعين من الخبراء الاستراتيجيين بين أقواس، يعني طبعوا يعني صدعوا دماغنا بفكرة أن هذا التطبيع سوف يستخدم في إدارة الصراع، طرف معين داخل إسرائيل. أنه استخدم لإضعاف الطرف المقاوم والتآمر وتجريم المقاومة وتجريم من يساعد المقاومة، وبالتالي نحتاج المشكلة أنه غير صورة إسرائيل في الذهنية العربية كمان، من أن هي العدو، والقضية الفلسطينية قضية مركزية، إلى مسألة صراع فلسطيني إسرائيلي. نحن في وسطاء. شوف أستاذ أحمد، أنا نحتاج إلى إعادة تفعيل كل وسائل القوة التي في أيدينا وما أكثرها، فقط إذا حسنت النية وأعادت لنا الإرادة لاستخدامها. لأن قوة أو قدرة من غير إرادة لا تساوي شيء. نحتاج إلى القوة والقدرة على إدارتها. يعني مجموعة من الأسئلة اللي زي ما قلت، البعض قد يتصور أن هي بديهية، وآخرون قد يقولون أنها جدلية، لكن في كل الأحوال هي أسئلة تمس العمق والجوهر. اتفضل. جوهر القضية علشان نعود للجذور. أولا، وإحنا بنتكلم عن 93 سنة على وعد بلفور، هل باع الفلسطينيون أرضهم كما يروج الآن؟ ده كلام تهريج غير صحيح. هناك رسائل علمية أكاديمية، إحداها عملتها إحدى الباحثات في جامعة الدول العربية، ثبت عمليا أن هذا الأمر غير حقيقي وغير صحيح. وما جرى هو ضغط على فلسطينيين للهروب من بلادهم بمذابح حقيقية. وليس من الإنصاف أن أنا أقتل واحد وأقول له لو ما بعتش هقتل ولادك، يعني ويبقى هذا اسمه بيع. غسان كنفاني له رائعة من روائع اسمها عائد إلى حيفا. فأدعو من يتحدث عن هذه الخرافات أن الشعب الفلسطيني باع أرضه، أدعوه إلى قراءتها. ويكفي أن ننظر إلى الحاضر وليس إلى الماضي. نعم. ده ليس سلوك بائعين ما نراه الآن في فلسطين. الشعب الفلسطيني هذا شعب معلم، وهو أعظم من أعظم شعوب الأمة العربية، ويكفيه فخرا أنه يشاغل هذه الغزوة الصهيونية نيابة عن هذه الأمة الجالسة على كراسيها. بن غوريون كان ليه مقولة شهيرة بيقول أن إسرائيل لا تحتمل خسارة عسكرية واحدة حاسمة أو خسارة واضحة. هل تتفق معاه في هذا القول، خاصة أنه الكلام عن النصر والهزيمة في الجولات من الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني، البعض يرى أنها قفز على صراع المفروض أنه ممتد، ونهايته هي نهاية أحد الطرفين وليس التعايش بين هذين الطرفين. أولا، هل في إمكانية للتعايش بين هذين الطرفين، خاصة أن الصراع على نفس الأرض، نفس المية، نفس المقدسات حتى؟ هل في إمكانية للتعايش بين الطرفين؟ ثانيا، هل تتفق مع بن غوريون في مقولة أن إسرائيل لا تحتمل هزيمة عسكرية واحدة وتتفكك؟ أنا مع مقولة بن غوريون طبعا، لأنه هو أدرى يعني بشعابها، يعني هو أدرى بما بحالة هذا الكيان الصهيوني. عايز بس أقول كمان، أضيف عليه أن بن غوريون أو أحد فلاسفة الكيان الصهيوني قال عبارة شهيرة، أن إسرائيل ليست دولة لها جيش، بل جيش بنيت له دولة. نحن أمام جيش. إذن بالمعنى هذا، مع الاستراتيجية، الجيش عندما يهزم هزيمة حقيقية سوف تتفكك تلك الوهم الذي. هذه واحدة. ثانيا، التعايش، لست أنا الذي أقول بذلك، ولا حضرتك، ولا الأساتذة والعلماء الذين أرخوا لهذا الصراع، لكن إسرائيل هي التي تقول بذلك. هي لا تؤمن بتعايش مع فلسطيني. وإليك النموذج، يعني الإجابة الحقيقية، فكرة ما يسمى بالدولة اليهودية في عالم يرفض الآن فكرة الدولة على أساس عرقي أو ديني، هي إجابة صافية للرد على فكرة التعايش.
لأنه لو أنه أقام دولة مفتوحة لكل الطوائف والفئات، أنا ما قصدتش التعايش بالمعنى ده، المعنى اللي حضرتك بتقوله ده، لأنه حتى التعايش بمعنى يطرحه مفكرون، وهو نموذج طبق في جنوب أفريقيا وفي زيمبابوي وفي كثير من الدول التي تم استيعاب المستوطنين أو المستعمرين داخل نسيج المجتمع، وأصبحت دولة ثنائية القومية وثنائية العرقية ويحكم فيها الأغلبية. بمعنى هل يمكن إيجاد دولة واحدة من النهر إلى البحر يكون فيها العرب أغلبية ويكون اليهود هم مواطنين لهم نفس الامتيازات والحقوق؟ لن يكون. الإجابة ببساطة لن يتم ذلك. ليه؟ لأن الطرف الآخر ليس هو البيض في جنوب أفريقيا. الطرف الآخر يتصارع معك على الأرض والمقدسات في نفس الوقت. نحن أمام قضية مركبة. البعد الديني في القضية هو البعد الرئيسي والاستراتيجي في هذا الصراع، والبعد القومي والبعد الاقتصادي والبعد الإنساني في القضية مركبة. الطرف الآخر في صراع أو الآخر في هذا الصراع يرفض أي مقولات الاستيعاب أو مقولات تعايش أو مقولات تجارب إنسانية سابقة أو لاحقة في فكرة تعايش طرفين مع بعضهم. ده يعني يرتب مباشرة سؤال بيفرض نفسه. اتفضل. ما الذي يمكن قبوله في هذه المرحلة من الصراع؟ الحد الأدنى الذي لا يعتبر عنده هناك نوع من التفريط في قضايا جوهرية يعني يترتب عليها مستقبلا تفريط في مسألة الحل الشامل للصراع العربي الصهيوني. إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية على أرضية وخيار المقاومة هو الحد الأدنى المطلوب. ليس مطلوبا أن تشن غدا عمليات حرب مسلحة ضد العدو الصهيوني وهو بهذه الإمكانيات المدجج بها أمريكيا ونوويا. تمام. لكن على الأقل الوحدة ختامي لأنه الوقت انتهى دكتور. سؤال ختامي وأرجو الإجابة في أقل من دقيقة. حضرتك ترفض المفاوضات. السلطة الفلسطينية نشأت بالأساس كنتيجة لهذه المفاوضات منذ مدريد وأوسلو. هل المطلوب الآن حل هذه السلطة والذهاب إلى مجلس الأمن ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ لا، حل هذه السلطة والعودة إلى مجلس الأمن الفلسطيني، إلى الشعب الفلسطيني. أما الدائرة الوهمية التي تسمى مجلس الأمن هو مجلس للظلم الدولي وليس مجلس الأمن الدولي. دكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث والكاتب المتخصص في شؤون الصراع العربي الصهيوني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. شكر ممتد لحضراتكم على تفضلكم بالبقاء معنا. إلى لقاء جديد يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله.